يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهارده هاخدكم معايا في يومين ورا بعض، الخميس والجمعه، وروتين الخميس اللي لو طبقتيه هتحسي نفسك مرتاحه جدا وهو مش مرهق تماما، وهتستقبلي يوم الاجازه كده وانتي هاديه ورايقه ومش بتعملي شغل كتير في البيت. فخليكم معايا وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناه. يلا بقى تعالوا نشرب قهوتنا مع بعض ونبتدي. ابتديت يوم الخميس كده بفطار خفيف وقهوة كده عشان نصحصح مع بعض، ونستقبل بقى التنظيفات اللي احنا هنعملها. هي حاجات بسيطة مش تنظيفات عميقة، مجرد بس ان احنا بنحافظ على التنظيفات العميقة اللي احنا عاملينها. وانا عاملة تحدي كده مع نفسي ان طول الاسبوع كل يوم اعمل حاجة واحدة بس تنظيف عميق، ايا كان بقى. احدد جزء في اوضة، الدولاب، بلكونة هنضفها تنظيف عميق، مايكرويف، على حسب الحاجة اللي محتاجة تنظيف عميق. وبالتالي ان انا مش برهق نفسي، وغير كده بعمل براحتي من غير ما احس ان انا تعبانة ومجهدة ان انا عملت البيت كله تنظيف عميق في يوم وجيت على صحتي وعلى نفسي. فليه؟ ما كده كده هيتعمل، يعني مفيش مثلا، مش هناخد جايزة لو عملنا الشقة كلها في يوم تنظيف عميق وتعبنا نفسنا. عادي ان كل يوم اقول مثلا انا هعمل الحاجة الفلانية دي هنضفها حلوة قوي وهي دي بس اللي ورايا في اليوم، مع طبعا الحاجات الأساسية، مواعين، مثلا لو هعمل دورة غسيل وهكذا. فجربوا بجد التحدي ده، اعملوه مع نفسكم. اكتبوا كده، هاتوا ورقة وقلم واكتبوا محتاجين تنضفوا ايه خلال الاسبوع ده تنظيفات عميقة. مثلا محتاج الميكرويف، البوتاجاز من جوه، التلاجة تفضوها كلها وتعملوها. محتاجة ان انتي تروقي الدولاب وتطبقيه، تنزليه وتطبقيه. محتاجة ان انتي تشيلي مثلا السجاد كله بتاع مثلا الريسبشن وتنضفي تحتيه كويس قوي وتعمليه، وهكذا. كل واحد بيبقى عارف هو بيته محتاج ايه. فهنا انا ابتديت عملت الريسبشن، مش تنظيفات عميقة ولا حاجة، مجرد بس ان انا بلمع الترابيزات وبشيل التراب اللي عليهم. وبعد كده ابتديت ان انا انضف بقى، اكنس بقى كل الحاجات دي بالمكنسة الكهربائية. ما تنسوش قبل ما تلمعوا الارضيات ان انتوا تشفطوا الارض كويس جدا من اي شعر، من اي اتربه، من اي حاجه على الارض، عشان لما تيجوا تلمعوا تبقى الدنيا سهله وما تحسوش ان انتوا الدنيا يعني تتكركب اكتر كده لما تيجوا تمسحوا. فده بيسهل عليكم قوي لما ما تخلوش اي شعرايه او اي حاجه عشان ما تلزقش في الموب وتحسوا ان انتوا بتضيعوا وقت بقى ان انتوا عاملين تشيلوا الشعر وكده. في كذا حد سألني هو ده باركيه ولا سيراميك؟ لا، هو ده مش باركيه، هو ده سيراميك. وبجد يعني حلو جدا جدا ان هو اول ما مثلا بنمسح او كده ما بتفضلش المية فيه كتير، ويعني بحس ان هو بينشف بسرعة رهيبة. وغير كده مش بيلطش بقى ولا بيعلم، والملمس بتاعه نفس الملمس بتاع الباركيه. مش بحس ان هو سيراميك خالص، الا بقى لو حد ركز كده ودقق بيعرف ان هو سيراميك. لكن عموما هو حلو قوي، وانا كان نفسي بصراحه اعمل باركيه، بس هو مشاكله كتير جدا ومحتاج اهتمام فظيع، فقلت لا، يعني خليني في السيراميك احسن، وهو كده كده مدي نفس الشكل.
والموب بجد يا جماعة من اسهل الحاجات اللي ممكن تستخدموها لتلميع الارضيات، حلوة جدا وسهلة وسريعة وبتنجز كده، بتحسوا ان انتوا اصلا لا ما بتعملوش مجهود. وهنا كنت خلصت بقى تلميع وخلصنا التنظيفات البسيطة اللي عملناها وشغلت المبخرة. وبجد المبخرة دي تحفة، انا بستخدم لها زيت عطري ريحته خطيرة بالمارشميلو، فبتحسوا البيت كده كله ريحته تحفة. معلش يا حاج، انزل لمبه بالالوان سوداء. ميرسي كتير وكده، مش حاجه ممكن اساعدك فيها. لا يا حبيبي ارتاح. ارتاح ايه اكتر وبكده من الحمد كده؟ لله اكتر نكون من كده وصلنا لنهاية يوم الخميس، ونستقبل بقى يوم الجمعة مع بعض. اعمل اي حاجه. كذا حد طلب مني ازاي نرص غسالة الاطباق وتكون الحاجة طالعة نظيفة والمية تتوزع حلوة قوي. فكرة غسالة الاطباق ان هو لازم المية توصل لكل الاجزاء للحاجة اللي انتي حطاها. فاولا احنا الكوبايات بنوزعها بنحطها كده ماشي. السنون دي مش بنحط فيها الكوبايات، ما ينفعش نعمل كده اهو، ما ينفعش نحط الكوبايه كده. ليه؟ الكوبايه ممكن وهي مع ضغط الميه وكده يخبطوا في بعض وممكن يتكسروا او يحصل حاجه. فالاصح ان احنا لما بنيجي نحط كوبايه او كده وعايزين نحطها بنسندها على السنون دي كده ماشي. بيبقى الودن بتاعتها هنا كده، وبكده مش هتتحرك ولا هيجرى لها اي حاجه. بالنسبه للمعالق، فلو مش عايزين تحطوا السله تحت عشان تنزلوها وتحطوا مكانها حاجات، فاحنا ممكن تحطوا المعالق بالشكل ده كده. بس خلوا بالكم ان المعلقه ما تكونش مثلا رفيعه او حاجه عشان ما تسقطش تحت وتكسر المروحه، فدي حاجه برضو لازم نخلي بالنا منها. ده بالنسبه للسله اللي فوق. لو عندكم مثلا بولات او حاجه غويطه تحطوها على ظهرها، يعني لو ده مثلا الطبق الغويط ماشي، مينفعش نحطه كده كده، هيجمع ميه، الميه كلها هتتجمع هنا وهيبقى مش نظيف، فاحنا لازم نعمل كده تمام. ده بالنسبه للاطباق المقعره. لو عندك مثلا اطباق صغنونه او اطباق قهوه او كده وتحطيها فوق. فكره السله اللي فوق ايه؟ ان الحساسات بتاعه الميه السخانات فوق بتكون اخف. فاحنا مثلا لو عايزين نحط حاجات بلاستيكات او حاجات من بلاستيك مش قوي، علب التلاجة و بنحطها فوق. تحت بتكون درجة الحرارة عالية جدا، احنا كل ما بننزل تحت اكتر كل ما درجة الحرارة بتكون عالية. فالحاجات اللي هي محتاجة تنظيف عميق ومحتاجة نظافة كده والحاجة لازقة فيها بنحطها تحت. الحاجات البسيطة اللي مش هتستحمل الحرارة نحطها في ايه؟ في السلة اللي فوق. ده بالنسبة للجزء اللي فوق. بالنسبة بقى للجزء اللي تحت، هو هنا بيكون نحط الاطباق بنرص. اولا في جوه ايه؟ لو دخلنا جوه شويه، مش عارفه الشكل هيكون باين ولا لا، شايفين الدوريه اللي هناك دي؟ ده رشاش، ده اللي بيطلع منه الميه. فاحنا ما ينفعش نجيب الطبق الكبير اللي هو ده ماشي ونحطه كده كده، انتي سديتي الرشاش، قفلتي على الرشاش، فاهمه؟ لو حطيتيه هنا الناحيه التانية انت كده قفلتي الرشاش، فالضخ الميه كله بيخبط فين؟ بيخبط في الطبق ده، فبالتالي الحاجه ما بتنضفش، فاهمه قصدي؟ ده بالنسبه للحاجه اللي ممكن تخلي بالك منها. ثانيا بقى للناس اللي عندها نفس الموديل ده، فالسنون دي بتترفع وبتنزل، يعني هي لو ضغطتي عليها كده يمين وشمال بتنزل تحت. عشان تحطي عليها بقى ايه؟ مثلا عايز تحطيها طبق بايركس يتغسل، بوله حاجه عايزه تحطيها تتغسل كده تمام. فانتي لو نزلتيهم وتحطي بقى الحاجات اللي هي غويطه تقلبيها كده على ظهرها عشان ما يتركزش فيها الميه. بالنسبه للسله بتاعه المعالق،
السله بتاعت المعالق لو انت بقى رفعتي دول هتحطيها عادي في النص عادي جدا. اهم حاجه لما تحطي المعالق ما يكونش معلقه كبيره، يعني ما ينفعش مثلا معلقه، ما ينفعش مثلا ايد مغرفه كبيره كده تقومي انت حطاها جوه السله. ليه؟ هتلاقي ان المروحه دي في فوق مروحه، المروحه مش هتلف، فبالتالي ممكن تكسر لك المروحه، ودي مشكله كبيره جدا. فان هي هتخبط في المروحه، المروحه مش هتلف، المروحه تحاول تلف فتقوم كسراها. تمام. فدايما حاجات تتاكدي منها قبل ما تشغلي الغساله بتاعه الاطباق، انك بعد ما تحطي السله بتاعه المعالق ان انت تلفي المروحه كده، هتلاقيها بتلف معاكي تمام. فانت تمام كده، مفيش اي مشكله. المروحه دي والمروحه اللي وراها، عشان في مروحتين. تمام. وتتاكدي طبعا ان انت مش سادة الجزء بتاع الرشاشات باي طبق او باي حاجه. وطبعا تقفلي، تدخلي السله كويس جدا. ولو بتحطي باودر هتحطي الباودر هنا، وتحطي الملمع هنا، وتقفلي. لازم تقفلي. تمام. مش هتحطي ما ترميش القرص. ناس كتير بتقولك ارمي القرص في الغساله في اي حته. الفكره ان انت لما بترمي القرص في الغساله في اي حته ان هو بيستهلك من بدايه الدوره لاخرها. الفكره في الباب ده ايه؟ الباب ده بيفتح بعد ما يتم الشطف الاطباق، يعني الاطباق بتتشطف الاول وبعد كده بيتم فتح الدرج ده عشان يطلع القرص، فبالتالي ان هو ما بيضيعش كله في الميه بلا هدف. وبس كده. لو في اي سؤال انا ما جاوبتش عليه او حاجه محتاجين تعرفوها سيبولي كومنت وانا هرد عليكم اكيد. لا انت مش عارف على وجهي ولا حاجه يا حبيبي، انت تعبت مع وليد جدا وخلاص. وليد دلوقتي كبير العيله. وده كان فطار يوم الجمعة. وما تنسوش تحمدوا ربنا كل يوم وتكونوا ممتنين لكل النعم اللي حواليكم، وحاولوا ان انتوا تمارسوا يعني الامتنان كل يوم ولو ربع ساعة. تبصوا لكل حاجة حواليكم وتشوفوا النعمة اللي ربنا مديها لكم وتحمدوه وتشكروه عليها وتطلبوا منه ان هو يديمها عليكم نعمة. الحنفية اللي بتفتحيها وبتنزلك مية وبتشربي منها وبتغسلي منها المواعين، احمدي ربنا عليها وفضلي شكريه طول ما انت بتغسلي المواعين. صوت العصافير اللي بتسمعيه كل يوم الصبح دي نعمة كبيرة قوي. الشجر اللي حواليكي والزرع دي نعمة كبيرة جدا. كل حاجة حواليكي النعمة ربنا مديها لك، بص فيها وتأمليها وقولي ألف حمد وشكر ليك يا رب. يا رب دمها علينا واحفظها من الزوال. وهنا كنت نزلت المول ودخلت بيتك كده ابص على الاسعار وبتفرج عموما، فحبيت اصور لكم جولتي فيه ووريكم الاسعار الموجوده للتكييفات القسط والكاش وبعض الاجهزه الكهربائيه كده، فحبيت افرجكم معايا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوني اشتراك في القناة وسيبولي كومنت. انا برد على كل الكومنتات بتاعتكم وبستنى تكتبولي كومنتات. بحبكم قوي واشوفكم فيديو قريب ان شاء الله. باي باي.